الحلقة دي حلقة مهمة زي ما كنت باقول لك في أول الintro بتاعنا وفي كلامنا لإن هي توثيق للحدث. أنت هتتحكي لك الحكاية لأول مرّة من بطلها. أنت احكم زي ما أنت ما عايز زي ما زيزو ما قال، أنت احكم زي ما أنت ما عايز، وهي دي فايدة الإعلام. هيبقى قدامك شخص لمدة عام كامل أنت بتسمع الرواية من أطراف عدة، لكنك عمرك ما سمعت الرواية بتاعته. فإحنا في الحلقة دي بنسمع الرواية من بطلها، كابتن أحمد سيد زيزو. طيب نرجع قبل الفاصل. قلت لي إنه جه عرض نيوم، لقيت نفسك بيجي لك تيكت، بتسأل نادي الزمالك التيكت بتاع الكشف الطبي ده إيه؟ قالوا لك لا إحنا ما إذا موضوع العرض ده إحنا ما نعرفش عنه حاجة. عملت إيه؟ بس خلاص طب انا جاي ليه؟ مم. انا جاي النادي دلوقتي عشان اخد اذن سفر ان انا هسافر. انا جاي النادي ليه؟ مم. لا احنا ما نعرفش حاجه، احنا جايبينك عشان تجدد. بجد؟ طب يلا ناخد ميعاد عشان نجدد. فعلا فعلا. قلت لهم كده، طب يلا يلا، بينا طب يلا نجدد. يلا عايزين تجددوا، يلا انا مستعد. اه يلا بينا. قعدنا في ال برضه مجلس الاداره كله كان موجود. مم. يا جماعه بص، انا امتى القعده كان في شهر وتفاصيلها؟ 8. بص انا مش فاكر بالظبط المواعيد، بس هو ماشي في شهر 8 ماشي. قبل ما الانتقالات تخلص، يعني يوم 30/8 31/8 ما اعرفش ايه. 24. 24. ماشي. عايزين نجدد. فلقيت الموضوع يعني الناس مش يعني ما تسلم. عندهاش القدره او ما بتتكلمش في موضوع بجد. مم. يعني اللي هو جدد خلاص، يبقى انت مجهز حاجاتك ومجهز في السنه كذا شكل مفيش. الكلام كان ازاي؟ يعني ايه طلباتك الماديه؟ طب احنا نقدر ندفع كذا، ما نقدرش ما ندفع انا هقول كذا. لك بقى على جمله اتقالت في القعده، ده اللي بدأ فيها بقى كل الثمان شهور اللي فاتوا. ايه بقى؟ احنا قعدنا عايزين نجدد لزيزو، اوكي يلا بينا نجدد، احنا موافقين. طب طلباتكم ايه؟ كل اللي اتقال في القعده، هي خلصت في 10 دقايق. كل اللي اتقال في القعده: يا جماعه والله انتوا جاي لكم عرض بتاع زيزو من يوم. مم. اكيد انتوا عارفين القيمه الماديه بتاعته كام، مم. القيمه الماليه بتاعته كام مم. لزيزو مش للنادي. ايوه. فبالتالي انتوا شوفوا تقدر تقدر. تقول لي انت كان جاي لك كام في اليوم؟ 5 مليون دولار في السنه. ده عقدك انت؟ عقد انا. كام بجد؟ والله العظيم. 5 مليون دولار غير ال 5 مليون دولار اللي هياخدهم الزمالك؟ غير ال 6 مليون دولار اللي هياخدهم الزمالك؟ غير. ما زغللتش في عينيك انه طالما يا جماعه عايزين نطلع اقول انا هطلع اقول واخد الفلوس؟ هو برضه انا عايز اعرف انت هو كنت مشكله. بتفكر في ايه ساعتها؟ انا بص يا ابراهيم، انت دلوقتي قاعد في مكان مم. المفروض ان انت بتبني معاه يعني مش عايز اقول كلمه تضحيه برضو عشان ده مش تضحيه. مم. ما رفضت عروض قبل كده بمبالغ كبيره، فبالتالي انت عندك وجهه نظر معينه ان انت عايز تقعد، عندك الشغف ان انت تاخد بطولات ويبقى عندك جمهور والحاجات دي كلها. انت كنت عايز تقعد اقعد فين؟ في الزمالك؟ ده واحد 6 سنين بيعمل كده. 6 سنين بيعمل كده، مش انت هو بتحكي مش وبتقول كلام. للمشاهد حلل، صح كده؟ بالظبط. اه انا مش محتاج اقول انا كنت عايز ولا ما كنتش عايز اه اقعد. آه بعد كده اتقال في القعده: بصوا يا جماعه، انتوا معاكم العرض بتاع زيزو، مم. شوفوا انتوا يعني هتخلوا اللاعب يتنازل عن كام، هو ما عندوش اي مشكله، 50 60 70%، مم. وشوف اللي انتوا تقدروا تدفعوه ادفعوه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو انت جالك عرض ب 5 مليون دولار، جالك عرض ب 5 مليون دولار، مم. فبالتالي انت النادي يقدر يدفع له كام من يعني انت واحد جاي اللعيب بتاعكو جاي له 5 مليون دولار في اه السنه، اه فبالتالي هو لو هيتنازل عن 50 40 30%، هل ده بالنسبه لكم اوبشن كويس، ولا انتوا هتعرضوا عرض تاني جديد يعني؟ مم. احنا في تفاوضات. مم. اتخذت الكلمه بتاعت 30 40 50% دي، بدات الحسبه. اذا كان جاي له 5، ده ايه ده يتنازل عن 50%؟ احنا ما قلناش رقم، مم. احنا ما قلناش رقم ولا اتكلمنا في تفاصيل. انت الكلام ده على لسان والدك اللي كان بيتفاوض انه اه شوفوا يا جماعه هو جاي له وانا كنت كذا. قاعد في القعده دي. اه وشوفوا هو جاي له كذا، شوفوا انتوا تقدروا تدفعوا 50% 30%. ونقعد قعده تانية نشوف يعني تقدروا القدره الماليه عندكم كام ونتفاوض يعني. اه بس اتخذت كلمه 30 و40 و50% دي، بدات الحسبه تشتغل في دماغ اشخاص كده. ده جاي له 5 مليون دولار، ايه ده لو اتنازل عن 50% يبقى 2 مليون. 2 مليون ايه ده زيزو عايز 100 مليون.
وبدات القصه بتاعت ال 100 مليون الجميله من هذا جت من هنا بقى، جت من هنا. اللي هو في كلام لما نطلع بقى في البتاع، لما اعلامي بيسال واحد من مجلس الاداره، المفروض ان الحاجات دي سريه والحاجات دي فيها خصوصيه وفيها احترام وفيها كل حاجه، ما حصلش ده. يعني زيزو معلش عايز خليني 60 اسالك مليون، لا ده زيزو عايز اكتر من كده بكتير. طب اسالك السؤال اه معلش، يعني كابتن مصطفى ما طلبش الرقم، ما قالش انا عايز 100 مليون لزيزو؟ والله ما قال، تحلف بالله؟ والله العظيم ما قال. لا انا بتكلم، بص انا مش هحلف تاني في في ماشي ماشي الحلقه، انا ماشي بقول كل حاجه ماشي بصراحه. برضو زي ما قلت لك، اللي عايز يصدق ما حريه شخصيه، اللي مش عايز يصدق خلاص هو اوريدي صدق اصلا ماشي. كل اللي حصل. آه اتاخدت من هنا، ده زيزو ده في اعلامي بيسال، ده في زيزو عايز 60 مليون، فواحد من مجلس الاداره المفروض ان هو اللي بيحترم الخصوصيه وان هو بيكبر لعيبته والحاجات دي كلها، لا ده زيزو عايز اكتر من 60 بكتير. احنا اصلا ما طلبناش فلوس، احنا كنا المفروض مستنيين جلسه تانية. ما انت طلبناش فلوس، تحدد، ده احنا بنتكلم على العرض اللي كان جاي لنا بالظبط. وبنتفاوض وبنتكلم في الكلام في وبعدين انتصار حتى لو وفي طلبت فلوس، اه انا بقول لك ده حتى لو اه طلبت فلوس، مم. هل من المنطق ان انت يعني تدشمل الخصوصيه بتاعت اللعيبه يعني انا المفروض ابقى قاعد مع مجلس الاداره هم مخونيني وانا مخونهم؟ ده المفروض يبقى طبيعي؟ مم. نبيل لعيب، انت المفروض عمال تقول ده كان هيبقى، ده كان هيبقى ده كان هيبقى مش عارف ايه ليه، فين هو الكلام حاجه والتعامل حاجه تانية خالص. مم. انت دلوقتي بتقول لي ان انت اوريدي وافقت على عرض نيوم. اوريدي وافق على عرض نيو. طبعا. وانا قلت لك ما عنديش مشكله، وقلت له في القعده انا مش عايز اجدد عشان اقعد في النادي اخد فلوس كتيره. مم. مش هو ده ده مش ده وجهه نظري خالص. انا قلت له باللفظ كده، لو انت جمعت الفلوس كلها بتاعت النادي واديتها لي، طب وبعدين؟ قلت لهم كده. قلت له كده في القعده. بقيه اللعيبه ايه والدنيا بقيه تمشي اللعيبه ازاي؟ هتاخد ايه؟ المشاكل اللي عندك هتحلها ازاي؟ مم. وما بقولوش كده عشان خاطر امشي، انا مم. بقول له كده عشان يعني لو دماغه برضو مقفوله على حاجه ما يعني مم. بنور له حاجات تانية، بديله اوبشنز تانية. مم. انت عندك حق، انت اديتني الفلوس كلها بتاعت النادي، انا هبقى مبسوط، زيزو هيبقى مبسوط. بقيه طب وباقي اللعيبه. اللعيبه؟ هو زيزو ده مش هيلعب لوحده. مم. في المقابل انت كل الناس اللي حواليك مش نادي ولا نادي ولا تلاته، كلهم عمالين يبنوا فرقه، مم. كلهم عمالين يعملوا حاجه. وانا لو كان قلت لي خد نص الرقم ده عشان النص التاني احنا هنعمل بيه للناس كلها، كنت اقول لك ماشي. تتكلم بس انت بجد؟ ما عندكش القدره لا للنص بتاعي ولا النص بتاع اللعيبه التانيه، انت ما عندكش. الواقع اللي احنا فيه ان انت عرض جاي لك ب 6 مليون دولار او ايا 5 ونص 6 مش عارف بكام بالظبط، هيحل لك مشاكل كتيره ويفتح لك قيد ويجيب لك لعيبه مم. وزيزو ده هيروح يستفاد من نادي عنده مشروع والحاجات دي كلها سنه سنتين وهيرجع. ده عرض نيوم. ده عرض نيوم. اه. هل كان في العرض بتاع نيوم ده انه يتحط شرط انك ترجع على الزمالك، او لو هتروح في اي حته تطلب من الزمالك الاول؟ لا تفاصيل العقد ده انا ما اعرفهاش. ما تعرفهاش، بس تعرف بس العنوان الرئيسي بتاع اعرف يعني العنوان الرئيسي. اللي انا بقول لك عليه ده كان مم. قدامي في القعده. ماشي الحاجات التفاوضيه دي بقى الارقام مين يعمل ماشي ايه ماشي. ما باخدش بالي منها لما قوي. سمعت بقى عضو مجلس الاداره بيقول انه لا ده طالب اكتر من 60 مليون، وصلنا لايه بقى؟ ده كان مؤشر انت قريته ازاي؟ دي كانت يعني انا شايفها بدايه مشاكل كتيره جدا يعني. دي البدايه بقى. دي البدايه بجد يعني. مم. في الاول وفي الاخر يا ابراهيم، انا شايف ان انت لعيب لوحدك ما مم. بتطلعش ترد، مم. فده بيدي مجال للناس كلها اللي عندها لجان وحاجات منظمه ولجان الكترونيه والحاجات دي كلها وحملات، بيديهم الفرصه وانت ساكت مم. ان هم يعملوا اي حاجه، يرسموا اي سيناريو هم عايزينه. مم. ده وجهه نظري. وفي الاول وفي الاخر انت مش هتقدر تحارب ده، مم. حتى لو انا طلعت اتكلمت برضه مش هتقدر بس برضه تحارب انت ده. انت متغافل نقطه مهمه، ان انت زيزو، يعني في الوقت ده عند جمهور نادي الزمالك كله عايز زيزو يبقى موجود، وبالتالي ما اعرفش، انا بحاول اتكلم معاك في زي ما احنا بنقول، احنا بندردش، وبالتالي كنت ممكن في الوقت ده انك تتكلم بنجوميتك واسمك، يا جماعه انا عايز اقعد في نادي الزمالك، انا الوضع في المفاوضات في كذا كذا كذا، ليه ما فكرتش ان انت يحصل منك رد فعل ببيان رسمي، بلاش من خلالك، من خلال الوالد، بلاش من خلال الوالد، من خلال اي حد يمثلك بشكل او باخر؟ طب ولما حصل ده 3 4 مرات قبل كده م. عملنا ايه؟ حصل ايه؟ رجعنا لنفس يعني، ما هو ده ما انت اثبتت ده 3 4 مرات قبل كده. م. ان هو يعني، هو انت بتتحاسب على الناس بان الناس بتنسى، ولا انت بتتحاسب على ايه؟ م.
انت واحد خلاص، انت ما مش هتطلع كل مره تتكلم في نفس الحاجه، يا جماعه انا عايز اقعد، يا جماعه انا مش عارف، خلاص انت اثبتت ده، مم. انت مش محتاج تقول حاجه تاني. اثبت. خلاص مم. هو الموضوع خلص، انت اثبتت ان انت عايز تعمل كده وعملت. مم. مش بالكلام على فكره. مم. يعني ناس كتيره جدا في نادي الزمالك وفي الجيل اللي هو كان جيل كويس بتاع 2019 ده، اول فرصه جات لهم سابوك ومشيوا. مم. خلينا نتكلم في كان حقهم ولا بتشوفوا انه كل واحد حريه، انا ما بتكلمش ان هو حق ولا مش حق، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ماشي؟ ظروف، ممكن يكون حد مر بظروفي انا ما اعرفهاش، ماشي. زي ما الناس ما تعرفش ظروفي برضو. مم. ناس من اول فرصه لا، ورجعنا دلوقتي بعد لما الناس سابتك وتمشي انت بتنادي عليهم يرجعوا تاني. مم. مش ده اللي كان بيحصل؟ ايوه. ناس سابتك ومع اول فرصه مم. واديناهم اعذار، وايه ده كان عايز يقعد بس النادي ما كانش فيه فلوس. مم. ده كان بس المعامله مع الناس دي مم. اللي خرجت دي في 2019 كانت معامله راقيه، الناس طلعت بشكل شيك. مم. فعشان كده الجمهور عايز، مع انك لو شفت النتيجه في الاخر هو سابك ومشي. مم. هو سابك ومشي وانت لسه بتنادي عليه ان هو يرجع لحد دلوقتي. لو كنت طلعت انا عارف ان ده سؤال ممكن يكون يساله السواد الاعظم عند جمهور نادي الزمالك. لو كنت طلعت لاي من التجارب اللي هي او العروض الكبيره، شباب او نيوم او اي من الاسماء اللي جت او الريان قبليها، هل كان في تخطيطك او في بالك انك هترجع في يوم من الايام على الزمالك، ولا انت كنت ممكن ترجع على الاهلي؟ ما سؤال، ما يعني ما اقدرش احدده يعني. مم. بس لو انت ماشي بشكل ماشي بشكل كويس، الناس قدرتك بشكل كويس، مم. ما طلعت بره النادي استفاد، حل مشاكله، ما جاب ما حطيتش لعيبه. نفسك مثلا في حته؟ انا بحاول اسال كل الاسئله عشان اخد منك كل الاجابات اللي انت ممكن تكون عايز تجاوب عليها او تحكيها. ما حسيتش ممكن انه يكون الناس في مجلس الاداره عندهم تخوف من فكره ان انت تطلع على نيوم ترجع على الاهلي؟ طب على الاقل انت عملت اللي عليك يعني، سيبني انا اطلع وحش في الاخر يعني. اعمل انت اللي عليك، دورك مثلا، كل واحد ليه دوره. انت دورك في النادي ان انت الفلوس دي هتجي لك تحل بيها ازمه كبيره وتجيب بيها لعيبه والحاجات دي كلها، واللعيب بقى لف الناحيه التانيه ورجع على نادي، دي مش بتاعتي انا. مم. انا بشتغل لمصلحه النادي، ما بشتغلش لمصلحه لعيبه. مم. انا بعمل اللي انا شايفه صح من وجهه نظري كاداره. زيزو، لو انت كنت رئيس نادي الزمالك وعندك لعيب اسمه زيزو وجاله العروض دي كلها وعندك نفس الموقف، كنت هتعمل ايه؟ كنت هبيعه. هتبيعه؟ لو انا ما عنديش القدره ان انا احافظ على اللعيبه بتاعتي هبيعه، استفاد من وراه. مم. على الاقل خليجيا يعني، انت تقصد صح كده؟ اه طبعا، اي حاجه مم. يعني. واحد خلاص 4 شهور وهيبقى فري، انا بتكلم شهر 8 شهر 12 هيبقى فري. مم. صح. صح. جاي لك فيه 5.5 مليون دولار، مم. وانا ما عنديش، انا كنادي ما عنديش قدره ماليه ان انا اجدد له، انا ما عنديش. هل حصلت جلسه ما بينك وما بين الكابتن حسين لبيب في المغرب؟ اتقال انه في جلسه وقعده كانت طيبه ومثمره، تقدر تحكيها لنا؟ لا ما كانتش طيبه ولا مثمره. ولا طيبه ولا مثمره؟ لا، ما مش قصدي حاجه، ما اه. كانش مثمره ولا حاجه. ايه اللي حصل طيب؟ احنا كنا متفقين، احنا هقول لك، احنا قعدنا في شهر 10 او شهر 11 اخر مم. 10 يعني. مم. احنا خلاص، احنا اتكلمنا كده بتاع خلاص 8 نيوم شهر قفل 8 خلاص، والدنيا قفلت ومفيش والراجل نيوم. طلع قال لك ده عايز اكتر من 60 مليون بكتير مم. والحاجات دي كلها. ماشي. ويا جماعه لا ما تزعلوش مم. والحاجات دي، تعالوا نقعد عشان نجدد. مم. خلاص يلا بينا عشان نجدد. مم. قعدنا في شهر 10 في اخر 10، قرينا الفاتحه على فكره. قريته الفتح؟ قرينا الفاتحه وخلصنا العقد وكل حاجه. بتتكلم بجد؟ اه والله. شهر 10 قريته فتحه ان انت خلاص جددت في نادي قرينا الفاتحه الزمالك؟ ومبروك ومبروك ونمشي، ولا حاجه واحده بس. قرايه الفاتحه في الاعراف خلاص كلها ان احنا اتفقنا على خلاص الفلوس، اتفقنا اتفقنا على وخلصنا كل والموضوع حاجه، منتهي. اتفقنا على كل حاجه وما كانش فيه اصلا يعني اتفقوا الرقم. معاك على الفلوس؟ كل حاجه بقول لك، قرينا الفاتحه خلاص احنا ماشيين. كان كام؟ آه كانت كام؟ اصل احنا رحنا وجينا كتير قوي في الارقام دي الصراحه، بس مش فاكر كان كام بالظبط يعني. حته ال 60 70 لا 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 لا، ايه ده؟ زيزو، والله ما فيش الارقام دي خالص. قريته فاتحه على اقل من اه الرقم ده؟ اه اه والله. 50 40 ممكن. انا مش عايز اقول رقم بالظبط بس يعني في الحته دي؟ احنا اتفقنا وقريته فاتحه؟ وقرينا فاتحه وجمله واحده من ابويا، عشان هو قرا المشهد بشكل مرعب يعني. ده في سهوله في الحاجات، في حاجه مش مفهومه. مش سهل برضو كابتن مصطفى. لا لا، هو راجل يعني قال جمله واحده في القعده. قال ايه؟ هي دي كانت برضو بوظت الموضوع خالص. قال انتوا عايزين زيزو، انا زيزو موافق على الرقم اللي انتوا عرضتوه،
وهو تمام وكل حاجه، بس انا عندي شرط واحد هحطه في العقد. اه تمام، قول الشرط بتاعك، احنا خلاص قرينا فتح ان زيزو ما يتباعش السنه دي. مش انتوا عايزين زيزو فنيا وعايزينه يبقى اسطوره والحاجات دي كلها، هحط بند بس بسيط، زيزو ما يتباعش السنه دي. ليه؟ لان هو شاف ان الناس عايزه يعني تتفق معاك على الفلوس بتاعت السنه و... وكل حاجه، بس هم مش هيدفعوا منها حاجه، انت في شهر واحد هتتباع. هو قراها كده. هيجي لك عرض لا هم مظبطين ان خلاص اوكي هنوافق على ان شاء الله 200 مليون جنيه. هو كده كده احنا مش هندفع منها حاجه، احنا كده كده هنيجي بعد شهر هنبيعه، احنا مش، هو مش واخد من فلوس النادي حاجه. طب انت بتقول دلوقتي ان انت لا احنا محتاجين زيزو فنيا، عايزينه يبقى اسطوره في النادي وهو الحاجات دي ده انت كلها. كده كنت دخلت فري بقى، واحد ده تبقى فري لا احنا ولا؟ لسه، انا بكلمك في شهر 10. 10 العاده دي في 10 شهر 10. 10 24. اه 10 24 يبقى انت مش هتبقى لسه مش لسه، بس هم شايفين ان هو شهر ولا حاجه هيعدي، اه هياخد اول قسط وخلاص، وبعدين وبعدين هيتباع. لو انت ما عندكش بس هتتباع مشكله بس هتتباع من خلال النادي. هتباع من خلال النادي. اه هي طب وده كان هيضايقك في ايه؟ ما معلش كانش عشان هيضايقني، ما اه كانش هيضايقني. هي الفكره دلوقتي ان انت بتبيع لي بيعه ان احنا محتاجينك فنيا، وعايزينك تبقى اسطوره النادي، وعايزينك تبقى موجود في النادي والحاجات دي كلها. لو انت بجد صادق النيه في الحته دي، قول له ما عنديش مشكله في البند ده. انت ايه مشكلتك يعني؟ انا عايز لانك العب معاك كمان لحد شهر 6، يعني انا عايز العب معاك السنه اللي جايه. بس خلاص انا فهمت. يبقى لو انت فعلا عايزني يبقى تمام ويلا ونمضي، بس ما تمشينيش. بس انا عايز بناء اقعد على كلامك. بناء على كده. بناء على ليه؟ كلامك. ليه؟ لان انت بالبلدي كده خلاص، انا قريت الجيم بالبلدي كده. لو انت محتاجني فنيا فانت خلاص هتوافق، لان انت محتاجني فنيا وانت معاك الفلوس دي فهتدفعها لي. لكن لو انت مش محتاجني فنيا فانت فوتت عليا فرصه ان انا اروح فري لنادي بره، صح كده؟ وفي نفس الوقت انت ما استفدتش بيا لا ده وما لسه في اديتنيش. عرض كمان جاي في شهر واحد وانا فري برضه. جاي صح، لك فيه. انا كده فكرت صح. صح. بس دي فبالتالي محتاجه تفكير عميق قوي. الحاج لقطها في لحظتها. الكلام ده كان يوم الخميس، اه المفروض ان احنا اتفقنا على قعده يوم الاحد طب اللي بس جاي. خد بالك بس عشان ده عنوان مفصلي، ده عنوان مهم قوي اللي انت قلته ده، عشان انا هاخد بيه بعديه فاصل. انت في شهر 10 وافقت وقريت الفاتحه وقلت لهم يلا وهمضي، بس بشرط ما تبيعنيش. انت قلت لهم كده، ما تبيعنيش السنه دي. السنه دي. يعني ممكن تبان السنه الجايه عادي. فايه اللي حصل بقى؟ فالمفروض ان احنا كنا واخدين ميعاد يوم الاحد، الكلام ده كان يوم الخميس، يوم الاحد ان احنا هنيجي نمضي العقود. الحد جاب الاثنين، جاب الثلاث، عدى اسبوع. لا ده بعد الفاصل، دي الحته دي فيها سسبنس، لازم نروح بيها فاصل ونرجع نشرب شويه شاي اللي برد ده. يلا بينا. يلا بينا نروح لفاصل.